هلا وهلا. اليوم راح نشوف طريقة عمل شوربة العدس، طريقة أهلنا القديمة نفسها راح نبدي بيها، وبعدين نبدي شوية نضيف لها شغلات. محتاجين عدس، بهارات بديل الماجي، وكمون وكاري، وبصل. العدس عندي نص كيلو، غسلته وصفيته وحطيته بالجدر، حطيت عليه مي حار، حطيته على النار. العدس راح أخليه بالبداية واحدة بس، أشيل هاي الطبقة تطلع فوق تقريبا 10 دقائق ربع ساعة. العدس لونه راح يتغير، كل ما تشوفون مية راح يضيفوا له شوية مي. المي دائما يكون مغلي. لما يوصل لهاي المرحلة هيك يصير لونه، أحط له الملح والبهارات، أخلي على النار بعد ويا الملح والبهارات فترة. بعدين أبدي أقلل البصل، راح تصير بفقاعات والعدس يستوي. تبدون تخلون زيت وتقلون البصل. من يتقلى البصل ويتغير لونه تضيفون البصل للعدس. الشوربة راح تاخذ من عندكم تقريبا 30 دقيقة أو شوية أكثر حسب نوع العدس اللي انتوا راح تستخدموه. شوربة جدا سهلة، طعمها يخبل، ريحتها بالبيت يعني تذكركم بريحة رمضان. وهيك صار شكلها، لا تخلوها تصير كلش ثخينة، يعني خلوا قوامها وسط. وهسه خلصت الشوربة، مغذية وطعمها يخبل، جربوها وألف عافية.